اهلي يكسب، تركي يقلق، مؤجلات تلعب، سيد يضغط، امير يرد، سيد يضحك، مرتضى يرد، تركي يفرح، اهلي يسخن، افريقيا يلعب جمل حلوه، ندفد يسجل، اهلي يكسب، الجمهور يشتم، تركي يزعل، جمهور يفرح، مؤجلات نلعب، ودلوقتي بقى عشان تبقى عارف جمهور يغني، عفريت اهو، اهلي اهو. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جول مشترك. والاهلي كسب سيمبا التنزاني في ابطال افريقيا 5-0 في مباراه اهلي بتاع زمان. اهلي يا مزيكا، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ماتش فعلا يتقدر بالذهب. بس قبل ما نتكلم عن مباراه سيمبا لازم نتكلم عن مباراه الاهلي ووادي دجله بسرعه كده اهوت في نقطتين مهمين جدا، لان النقطتين دولت لما حصل منهم مشكله قدر مارتن لاسارتي يعالجهم، وفي الماتش اللي بعديه قدر ان هو يكسب 5-0 نتيجه التعديل اللي هو عمله في الملعب. تعالوا بقى نبتدي نقول ايه اللي حصل الاول في مباراه وادي دجله. اول نقطه في مباراه دجله هو تغيير دور رمضان صبحي. رمضان صبحي بدل ما هو كان بيلعب بوينج شمال صريح بقى بيلعب فري رول. فري رول يعني ايه؟ يعني بيدور بعرض الملعب كله، تلاقيه ينزل يلعب شويه اتاك ميدفيلدر وشويه يروح على اليمين، او شويات كتير قوي كان بيروح على اليمين جنب حسين الشحات. النقطه ان رمضان صبحي في الدور دوت تالق بشكل كبير جدا، بس الناحيه الثانيه كان الاهلي عنده مشكله في المكان اللي بيلعب فيه رمضان صبحي اللي هو الوينج الشمال. الوينج الشمال ده كان دايما فاضي، مفيش فيه غير علي معلول. وانت لو بصيت لدور علي معلول في الماتشات اللي فاتت او الاجوان اللي بتيجي، علي معلول بيجي يزيد على رمضان صبحي. يعني رمضان صبحي تلاقيه واقف واخد الكره ومثبت اللعيب كده، عدى علي معلول يروح مبصيها له، علي معلول يلعبها الناحيه الثانيه يا اما يخش يجيبها جون، وده كان بيدي افضليه للجنب الشمال. مع وجود رمضان صبحي في الفري رول دوت وبقى موجود ناحيه اليمين بس مع حسين الشحات وكمان ناصر ماهر، بقى المكان دوت فاضي خالص، ومع علي معلول ما عندوش حد يتسند عليه. فعشان كده في ماتش دجله ما شفناش الاهلي بيلعب ناحيه الشمال خالص، والنتيجه ديت ان كان المفروض يتم تعديل جوه الملعب، ان ناصر ماهر لما يشوف رمضان صبحي بيميل ناحيه النص او اليمين يمسك مكانه في الناحيه الشمال. خليك بقى فاكر النقطه دي عشان هتكلم عليها كمان شويه. النقطه الثانيه اللي كانت في ماتش وادي دجله هو تغيير الاهلي لاسلوبه في الشوط الثاني. في الشوط الثاني هتلاقي الاهلي ساب كل الكوره لوادي دجله وارتد الناحيه الثانيه في الدفاع بتاعه، وبقى كل فرقته موجوده في الدفاع بتاعه. انا من وجهه نظري ان الطريقه دي علشان تقدر تحافظ على الجون اللي انت جبته بيها دي كانت طريقه خاطئه بالنسبه للاهلي، ودي كانت طريقه السبب في اصابه رمضان صبحي. ليه؟ لان انت بتلعب بالطريقه دي بتعتمد على الوينجين ان هم يتحركوا بشكل سريع جدا او يعملوا سبرنتات طويله جدا، ورمضان صبحي في الشوط الثاني عمل 3 سبرنتات ورا بعض بقوه كبيره جدا في الماتش ده، ونتيجه كده حصل له حاله اجهاد عام او اصابه بسيطه جدا بالاجهاد العام، لان مجهود كبير قوي انت بتحطه على الثلاثه لعيبه بتوعك اللي قدام. ده غير كمان ان حسين الشحات ادى دور دفاعي كويس جدا، بس برضه في الدور الهجومي انت ما لعبتش عليه. الناحيه الاخيره هو جونيور اجاييه. جونيور اجاييه في الماتش ده انت لسه لعيب ما اكتملتش لياقته، فما ينفعش انك تلعب على سرعته واللعيب لسه بيجي في الملعب. الحركه دي لما الاهلي بيعملها بتنتج عنها اصابات، فاتمنى ان الاهلي ما يلعبش بيها تاني. تعالى بقى نبتدي نتكلم عن ماتش سيمبا، علشان في نقطتين ليهم علاقه بالموضوع دولت اتعدلوا في الماتش وكانت بسببهم في مكسب كبير قوي للاهلي. الاهلي بدا ماتش سيمبا بطريقه 4-3-3، بس عمل شويه تغيير لشويه ادوار للعيبه جوه الملعب خلت شكل الملعب حلو جدا 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 جدا. اولا انت كنت بتلعب 4 في خط الدفاع، الاربعه اللي في خط الدفاع دولت ايمن اشرف في القلب معاه سعد سمير، على الشمال علي معلول، وعلى اليمين محمد هاني. علي معلول ومحمد هاني ليهم دور مهم جدا طول المباراه، اللي ظاهرين دولت بيتقدموا بشكل كبير قوي لقدام علشان يفتحوا مساحات لزمايلهم ويقدروا يلعبوا معاهم وانتوهات وعرضيات كويسه جدا، وجه بسبب الاثنين لعيبه دولت جونين مهمين جدا. بس زياده على كده بقى في وسط الملعب كان بيلعب هشام محمد وجنبيه عمرو السوليه وقصادهم كريم ندفد، وتقريبا كريم ندفد كان بينزل يلعب على الدايره كتير جدا وكان ليه دور مهم جدا، والاول مره بنشوف كريم ندفد بيهاجم وبيجيب جونين ومستواه فعلا بيتحسن بشكل كبير جدا. بس الاثنين اللي في خط الوسط اللي هو هشام محمد وعمرو السوليه كانوا بيتبادلوا دور مهم جدا، ان انت شويه تهاجم وانا شويه هاجم. يعني بنشوف الاثنين اصلا دولت بيلعبوا بشكل كبير جدا في المركز الخط الوسط اللي هو بيتقدم كتير على الجون، ولكن في نفس الوقت بنشوف ان واحد فيهم لما بيتقدم التاني بيرجع ويغطي ورا، وساعات كمان كريم ندفد يرجع يغطي معاه. ولما الكوره بتبقى موجوده على الاهلي زي ما قلت قبل كده في حلقات كتيره جدا، الاثنين اللي موجودين في القلب ايمن اشرف وسعد سمير بينزل معاهم اللي بيدافع دوت سواء هشام محمد او عمرو السوليه، وشفنا الكوره دي بتحصل كتير جدا ان هو ينزل مدافع ثالث معاهم ويبتدوا يسلموا الكوره لبعض لحد ما يطلعوا المهاجمين. الدور بقى النقطه اللي انا قلت لك خلي بالك منها شويه، ناصر ماهر متعود ان هو بيلعب اتاك ميدفيلد،
فيلدر، فعشان تقدر ترميه وينج شمال ده موضوع صعب جدا. وفي نفس الوقت في وجود رمضان صبحي في المركز ده، وان هو بيميل زي ما قلت في الماتش اللي فات ان هو بيروح ناحيه اليمين وبيروح ناحيه حسين الشحات، بيسيب مساحه فاضيه كبيره جدا في الجانب الشمال ده اللي هو المفروض مين يستغلها؟ ناصر ماهر. ناصر ماهر ما قدرش يستغل المهاره ديت او يستغل المكان دوت ويعمل وانتوهات مع علي معلول، وكان دايما بيقف في النص، ودايما كنا بنلاقي في الماتش اللي فات الباك الشمال او الجنب الشمال كله فاضي لعلي معلول فقط لا غير. الماتش دوت طب تعالى بقى يا عم ناصر ماهر مش عارف تلعب على الشمال، تعالى العب اصلا وينج شمال، ولعبه وينج شمال طول الماتش، واداله فكره ان انت لازم تربط مع علي معلول. وحصل كورتين، كوره اللي جاب منها جون علي معلول والكوره اللي علي معلول لعبها الاجاييه، وقدر ناصر ماهر يعمل دور رمضان صبحي اللي غايب عن الماتش ده نتيجه الاصابه. بصراحه توظيف ناصر ماهر في الدور دوت وان انت تديله مساحه من الدور ده مش هيفيد في الماتش ده بس، لا ده هيفيد في بعد كده لما رمضان يلعب الفري رول ويخش على وسط الملعب او يخش على الجنب اليمين، بقى عندك حد بيلعب في الجنب الشمال بشكل كويس جدا 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 جدا، ويقدر يفيد الفرقه ويعمل وانتوهات مع علي معلول ويزود عدد الاهداف. هنتكلم على دور 2 لعيبه مهم جدا جدا جدا، جونيور اجاييه، والناحيه الثانيه كمان معاه حسين الشحات. حسين الشحات الماتش دوت اداؤه اتطور بشكل اكبر. رمضان صبحي عدم وجوده في الملعب مدي حريه لكل اللعيبه ان هي تتناغم اكتر مع بعض. النهارده شفنا كور وجمل حلوه جدا من النادي الاهلي ما شفناهاش من سنين، وده معناه سيادتك ان في مدرب بيبص على اللعيبه كويس قوي وبيلعب على الجمل. لو انت شفت الجون الاولاني بعد ما الجون جه مالتن راسانتي راح خبط دماغ واحد من المساعدين بتوعه، لان الكوره اللي كانت جايه من الكورنر دي حاجه اسمها سيت بيسز، ان هي اللعيبه ازاي تقدر تلعب الكورنر ده بشكل اللي هو يعني ده اللعيب ده هيتحرك زي الشطرنج كده، اللعيب ده هيتحرك وده هيخش مكانه عشان تروح الكوره للعيب ده ويحطها جون. وكانت جون رائع جدا. الجونين او الاربع تجوان اللي جم بعد كده جم من على الاطراف، وشفنا كذا كوره اتلعبت عن طريق ان الوينج بيلعب مع الباك او الباك بيلعب مع الوينج زي ما شفنا ناصر ماهر وعلي معلول، وده بقت سمه كويسه جدا في الاهلي. بس الباين قوي في فريق الاهلي النهارده في الماتش ده ان الفرقه متناغمه، الفرقه في مدرب بيحط جمل، في مدرب بيلعب شويه على اللعيبه ان هو ازاي يحفظهم بعض ويلعبوا مع بعض بسهوله. فمن الاخر مدرب عامل شغل كبير جدا مع الاهلي، وزي ما قلت قبل كده الاهلي محتاج وقت. النقطة الثانية والنقطة المهمة جدا هي نقطة عودة بعض من المصابين. رامي ربيعة يقدر يلعب، محمود وحيد النهارده بيجرب أول مرة يلعب في أفريقيا، وده برضو حاجة مهمة ومفيدة ليه. طبعا كمان عودة حسام عاشور، برضو حسام عاشور مع حمدي فتحي هيدوا ثقة للمكان دوت، هيبقى فيه منافسة في خط الوسط. من الآخر المباراة بتاعت النهارده كانت كلها مكاسب. أهم مكسب بقى موجود كان هو المكسب بتاع المدرب، إزاي تحافظ على الكورة في الشوط الثاني. الأهلي بيتبع سياسة إن هو مش عايز يضغط في الشوط الثاني علشان اللعيبة ما يجيلهاش ارهاق، نظرا لان الاهلي هيلعب 8 مباريات في الشهر اللي جاي دوت. انا موافق، بس لو كنا بنلعب بنفس الطريقه اللي بنلعب بيها قدام دجله، دي طريقه بصراحه مش لطيفه وبتصيب اللعيبه وفي نفس الوقت بتحط خطوره عليك كبيره جدا. افتكر كوبر يا عم الحاج كان عامل ايه مع منتخب مصر والناس اصلا مشيته ليه. بس الناحيه الثانيه لو هنلعب بطريقه سيمبا اللي احنا لعبنا بيها النهارده، ان احنا ممكن نحتفظ بالكوره ونباصي الكوره لبعضينا من غير ما نخلي اللعيبه تجري كتير ومن غير ما نخلي اللعيبه ترهق بشكل كبير جدا جوه الملعب، انا شايف ان ده هيبقى مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. الطريقه اللي انت بتلعب بيها في الشوط الثاني دوت لو عايز تحافظ على الماتش العب بطريقه سيمبا، ما تلعبش ابدا بطريقه دجله، لان الطريقه دي بتصيب اللعيبه بتاعتك وفي نفس الوقت بتخلي منظرك وحش قوي قوي قدام الجمهور. طبعا ما تنساش تتابعنا على الفيسبوك، تابعنا على الانستجرام، تابعنا على اليوتيوب، تابعنا كمان على التويتر، وما تنساش بقى فاهم اشترك والنبي يعني فاهم زي لايك شير الحاجات الحلوه دي. خليك جدع.